وعلى ذكر مجلس الشعب بينضم لينا على التليفون سيادة النائب محمد أبو حامد. سيادة النائب أهلا وسهلا بيك. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. بقالنا ساعتين بيجي على النت انك بتجمع توقيعات شعبية خارج مجلس الشعب، الموضوع ده حقيقي؟ بص يا حبيبي، مش توقيعات شعبية. احنا كنا بنحاول نعمل مأسسة للثورة بان احنا نجمع الائتلافات والحركات الثورية كلها تحت مظلة واحدة. أيوة. بحيث تجعلها اكثر تنظيما وتجعل رأيها بيوصل للجهات الدستورية والتشريعية زي مجلس الشعب وزي الرئيس اللي هيجي وما شابه بشكل منتظم، مش بشكل عشوائي، وبشكل فيه تجميع لكل القوى دي بحيث انها تبقى مؤثرة اكتر. لان لما كل الائتلافات دي هتتجمع مع بعض هتبقى معبرة عن وجهات نظر لملايين من الشعب المصري. وانت عارف ان انت لما تكون بتعبر عن وجهة نظر ملايين بتاخد شرعية اكتر نابعة من شرعية الملايين اللي انت بتعبر عنها. اكيد الخطوة دي طالبنا بيها كتير وتأخرت كثيرا، ولكن جميل انها تبدأ. الحمد لله احنا ابتديناها وعملنا مجلس قيادة الثورة، والنهارده ما كناش بنجمع توقيعات لكن كنا بنعلن عن الحركات اللي انضمت لينا. ايوه. احنا انضم لنا الى الان حوالي يمكن 65 حركة، ومنهم حركات كبيرة يعني زي 6 ابريل، زي ثورة الغضب الثانية، زي ائتلافات وحركات نقابية كتيرة جدا، الالتراس الاهلاوي والزمن، يعني انضم لنا حركات كتيرة جدا. وانا في الحقيقة بطوف دلوقتي المحافظات من شرقها لغربها عشان نجيب حتى الائتلافات اللي موجودة في كل المحافظات. أيوة. الهدف مش ان احنا نحل محل اي مؤسسة دستورية، لا هنحل محل مجلس الشعب ولا عايزين نلغيه ولا هنحل محل اي كيان دستوري، وانما احنا عايزين ننظم آلية تعبير الشعب عن رأيه وأفكاره في ظل التكامل والتعامل مع هذه المؤسسات. فعايزين ننظم التعامل بالحركات دي. الحاجة الثانية، أنت تعلم أن خلال الأشهر الأخيرة دي كان في بعض تجمعات ثورية كانت بتخترق من بلطجية ويبتدوا يعملوا تصرفات أفقدت المد الثوري شعبيته عند المواطن المصري العادي. فاحنا من ضمن اللي احنا هنشتغل عليه ازاي نضمن ان تعبيرنا السلمي ده وتعبيرنا عن الشعب لا يعطل عمل ولا يقطع طريق ولا يظهر في كادر في اعتداء على مؤسسه ولا يسمح لبلطجيه يندس وسطه، بحيث شعبيته وشرعيته في قلوب المواطنين العاديين اللي هم بيزعجهم لما يلاقوا المشاهد الاخيره اللي كانت بتتراءى دي انها يعني ترجع تاني ويبقى لنا شعبيه وشرعيه في قلوب المواطن المصريين العاديين. احنا بنعبر عن راينا بشكل سلمي، ما بنستخدمش الفاظ فيها سب او قذف في التعامل مع اي حد. هنبقى مصرين على انجاز مطالب الثوره، هنبقى مصرين انه لا دستور ولا رئيس في ظل حكم العسكر. هنبقى مصرين على انه ما يحصلش ما يسمى بالرئيس التواطئي، ان هم يتواطؤوا عشان يعملوا مسرحيه لانتخابات رئاسه الجمهوريه، وهنصر ان يحصل انتخابات رئاسه الجمهوريه فعلا حقيقيه ما هياش تواطؤيه. مصرين على انجاز المحاكمات وانها تكون محاكمات حقيقيه ما هياش صوريه، اكمال تطهير مؤسسات البلاد، ومش جايين نلغي اي شرعيه دستوريه لاي كيان، وبالتالي احنا معترفين بمجلس الشعب وبشرعيته الى اخر ذلك. طبعا ده شيء مهم جدا. تعتقد ان او التارجت اللي انتوا حاطينه للائتلافات والحركات اللي تنضم قد ايه تقريبا؟ احنا عندنا تقريبا ما يقرب من 450 حركه وائتلاف متفاوتين من حيث العدد وعدد الشعب المنضم ليهم على مستوى الجمهوريه يعني، وفاتحين حوار مع تقريبا قرب 300 منهم، وعاملين زي قواعد للانضمام اي حد عايز ينضم لينا الى اخر ذلك يعني. وفي الحقيقه الموضوع ده بالنسبه لي يعني هنقول رسالتي الاستراتيجيه الان، يعني انا هشتغل عليه بكل ما اوتيت من قوه، لان الثوره اتسرقت واتركبت وتكاد تكون بتفشل دلوقتي نتيجه عدم تحقيق الخطوه دي من زمان. بالظبط هي خطوه غايه في الاهميه ومعبره جدا. احنا كده معناها ان نستطيع ان نصل لمجلس قياده ثوره ان شاء الله يا فندم. وهو المبادره اسمها مجلس قياده ثوره، وفيها متحدث العبد الفقير لما بيتكلم اخذ شرعيه من ان كل الحركات والائتلافات الثوريه دي اجمعت اللي معانا على اني ليا شرعيه التحدث عنها وباسمها.
ده شيء جميل. دلوقتي بتتحدث باسم 65 حركة وائتلاف. وائتلاف اللي هم منضمين معانا طبقا لما توافقوا عليه. طيب في بنود اساسيه لمجلس قياده الثوره، في خريطه تاسيسيه، في هيكله احنا عاملين مجلس تنفيذي عام بيضم رؤساء الحركات دي، يضاف اليهم اي عضو في البرلمان ولا اي شخصيه عامه هتعمل على المبادئ اللي احنا بنشتغل عليها، وهنبقى بنجري يعني زي اجتماعات دوريه بنناقش المسائل وبناخد قرارات بالاغلبيه المطلقه. القرارات دي بيعبر عنها 3 اسمهم مجلس قياده ثوره، العبد الفقير وزياد العليمي ومصطفى الجندي، دول الموجودين الان، واحنا فاتحين بابنا لكل القوى طالما انها او لكل الرموز طالما انها تشتغل في ظل المبادئ اللي احنا متوافقين عليها: اكمال مطالب الثوره، عدم السماح بالمنطق التواطئي ومنطق الصفقات، انجاز محاكمات عادله ناجزه، اكمال تطهير مؤسسات البلاد، وضع رؤيه حقيقيه لمصر ما بعد الثوره، تقول ايه الاحلام اللي احنا نزلنا عشانها. وفي قسم اقسمناه جميعا النهارده قدام نقابه الصحفيين في ان احنا لم نفرط في مطالب الثوره اللي سقط فيها شهداء، الاصرار على ان احنا نبني مصر جديده وليست مصر بالمنطق التواطئي، ان احنا نعمل شويه رتوش لكن لا نحقق نهضه حقيقيه لمصر يعني. طيب في نواب مجلس شعب تانيين معاك يا استاذ محمد؟ معانا زياد العليمي ومعانا مصطفى الجندي وفي 4-5 نواب عرضوا انضمامهم للمكتب التنفيذي اللي هو هيضم رؤساء الحركات والائتلافات دي، وجاري الان التنسيق في الاطار دوت ان شاء الله. طب بما انك جبت سيره زياد العليمي، رايك ايه في اللي بيحصل لحد النهارده؟ بص، مما لا شك فيه ان التعبير عن الاراء السياسيه لا يدخل فيه استخدام تجريح شخصي. اللي احنا متعلمينه في السياسه انه لا يصح استخدام الفاظ فيها تجريح شخصي او فيها سب او قذف او ما شابه. انا ممكن اختلف مع اي فصيل او قوه سياسيه بكل ما اوتيت من قوه، لكن لا اجرح ولا اسب الى اخر ذلك يعني. وهو زياد لم يقصد ابدا ان هو يسب، هو قال انه استخدم مثل شعبي جرت العاده على استخدامه، واستدرك من خلال احد الناس اللي كانت حاضره انه يفسر المثل الشعبي، وما كانش موفق قوي في استخدام المثل ولا حتى في تبريره، لكن هو اعتذر وقال في المجلس انه اعتذر والى اخر ذلك. واحنا كنا نستقنا مع القوى المختلفه جوه البرلمان ان هم يعني خلاص يعني هيعتذروا والموضوع يتقفل على كده، لكن مع الاسف بعد ما اعتذر، على الرغم من صيغه الاعتذار دي كان كاتبها بايديه الدكتور البلتاجي وكان في توافق عليها، يعني انه بعد ما اعتذر فوجئنا ان في اغلبيه قالت لا يحال لمكتب المجلس يعني. وفي الحقيقه انت بترى في الجلسات العاديه ان في تعنت شويه في التعامل مع المعارضين ومع اشخاص معينه من المعارضين، يعني العبد الفقير، زياد العليمي الى اخر ذلك يعني. عموما خليني اكد معاك في نهايه المكالمه ان مجلس قياده الثوره هو حلم، وكل الافكار الرائعه بتبدا بحلم، والحلم اتاخر عندنا كتير، وتبدو هي الخطوة الأهم والأكثر احتياجا ليها البلاد في هذا التوقيت. شوف يا فندم، هو الموضوع بالنسبة لي أنا مسألة حياة أو موت، وفي الحقيقة يعني ما صدقت إن يبقى في شرعية ما أكتسبها من تآلف مجموعة حركات وائتلافات ثورية عشان تديني شرعية إن أنا أتحرك أحاول أحقق الحلم ده، وعشان كده بقول لك هو أولوية عظمى في حياتي الآن، تسبق أي أولوية عندي في الحقيقة. ربنا يوفقك لتحقيق الحلم الكبير، مجلس قيادة الثورة. محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب، بشكرك شكرا جزيلا.